الله في قلب الصعيد، حيث البيوت الطينية والقلوب الطيبة. كان فتاح الصعيدي يعيش في بيت يكاد يسقط، لا يملك من حطام الدنيا إلا بقرة هزيلة وجلبابا قديما وقلبا معلقا بالمساجد. كان فتاح ينام وجوعه يسبقه، لكنه لا يترك صلاة الفجر أبدا، وبينه وبين الله عمار لا يعلمه أحد. في ليلة هادئة غط فتاح في نوم عميق، فجاءه رجل عجوز بلحية بيضاء ناصعة كالورق، وقف فوق رأسه وقال بصوت هز كيانه: يا فتاح، اذهب إلى زقاق الغلابة، ابحث عن السيدة فاطمة، أرملة تربي أيتاما، سد عنها دينها، يفك الله كربك. استيقظ فتاح وعرقه يتصبب، لم ينتظر شروق الشمس، بل خرج يجري في شوارع القرية يسأل كل من يقابله: أين بيت فاطمة أم الأيتام؟ الناس في السوق كانوا ينظرون إليه بسخرية ويضحكون. يا فتاح، أنت لا تجد قوت يومك وتريد سداد دين غيرك؟ انظر إلى بقرتم التي تكاد تموت من الهزال، أصلح حالك أولا. لكن فتاح لم يسمع لهم، ظل يجري حتى وصل إلى بيت متهالك. وجد امرأة تجلس على العتبة وتبكي، وخلفها 3 أطفال صغار. سألها بلهفة: أنت فاطمة؟ هل عليك دين؟ بكت وقالت: نعم يا حج فتاح، صاحب البيت سيطردنا اليوم لأنني لا أملك ثمن الإيجار المتراكم. دون تفكير عاد فتاح يجري إلى بيته، سحب بقرته الوحيدة رأس ماله في الحياة وذهب بها إلى السوق، باعها بأي ثمن وقبض المال، ثم عاد جريا إلى فاطمة ووضع المال في حجرها وقال: خذي يا بنتي، سدي دينك وأطعمي صغارك، الله هو الرزاق. عاد فتاح إلى بيته الخالي، جلس على الحصير، وبدأت الدموع تنزل من عينيه، ليس ندما بل فرحا بجبر خاطر الأيتام. وفي تلك اللحظة طرق الباب رجل غريب يلبس ثيابا فاخرة، سأل: أين فتاح الصعيدي؟ خرج فتاح متحيرا، فقال الرجل: يا فتاح، أنا تاجر من المدينة، كنت قد اقترضت من والدك مبلغا كبيرا منذ 20 عاما، وضاعت مني عناوينكم، واليوم فقط وصلت إليك لأرد لك الأمانة ومعها أرباحها طول هذه السنين. فتح فتاح الكيس، فإذا به ذهب ومال لا تأكله النيران. جرى فتاح مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس ليبيع بقرته، بل ليشتري لفاطمة بيتا ملكا لها، ويوزع اللحم والخبز على كل من ضحك عليه في الصباح، ليعلمهم درسا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإن فتاح الصعيدي الذي لم يكن يجد ما يأكله، صار بفضل الله وكرمه أبو الكرماء في الصعيد كله.